السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل البيديفور الدايب ذوبان الخطير بمقادير ما تخرش الميه. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. 750 جرام زبده، بيضتين كاملين وصفار بيضه، كيلو دقيق، وهقولك دلوقتي هنشيل منه قد ايه. 200 جرام سكر. تمام. اول حاجه بننزل بالزبده والسكر، والزبده تكون لينه جدا، ونضرب السكر والزبده كويس جدا على السرعه الواطيه، وبعد كده بنعلي السرعه على اعلى حاجه، وكل شويه ننزل من الجوانب زي ما انتم شايفين لغايه ما لونها يفتح كده وتبقى عامله زي الكريم شانتيه، تكون تقيله كده في المضرب. بعد كده هننزل بالبيضتين كاملين وعليهم حوالي 3 اكياس فانيليا بس كده. تمام. وبعد كده هننزل بصفار بيضة كامل. تمام. وبعد كده هنشيل من الدقيق كوباية إلا ربع أو 3 معالق كبار هرميين. وبعد كده بعد ما نزلنا بالدقيق على السرعة الواطية خالص بالمضرب، هنخلي بس الدقيق يختفي، وبعد كده هنشيل المضرب بقى خلاص، مهمته انتهت. عايزة أقول لكم شوية بيدوفور عسل، هنعمله بالقمع وهنعمل كمان بالمكنة، ونقلب العجين كويس جدا، بس مش نعجن، نقلب. ونجيب بقى القمع بتاع بلح الشام وكيس قماش، ويكون جواه كيس بلاستيك. اهم حاجة الموضوع ده علشان خاطر الكيس القماش ما يشربش الزبدة كلها بتاعت الايه البيتي فور. تمام. وبعد كده بنعمل الشكل ده، او ممكن تجيبي الاضيق شوية، او يعني الشكل اللي انت حباه بقى اعمليه. خلاص. بنعمله كده بالقمع، بينزل بمنتهى السهولة وجميل جدا وسهل، وعايزة اقول لكم خطير. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي. خطير. عايزة اقول لكم ان هو طعمه دايب دوبان كده، خطير يا بنات. عايزه اقول لكم ان هو مش هيفرش، واوعي ابدا تحطي للبيتيفور بيكنج باودر. البيتيفور ما بيتحطلوش بيكنج باودر يا بنات. واحلى حاجه، احلى صواني في التسويه هي الصواني الالومنيوم. احلى صواني في التسويه الالومنيوم، عشان يطلع معاكي لونه جميل وفاتح وحلو قوي. بصوا بقى، هنشكل بقى بقيه الايه الكميه. انا عملت صينيتين بالقمع وبعد كده عملت بالمكنه، هي نفس العجينه هنعمل بالمكنه، والمكنه دي موجوده في كل الايه البيوت. اعملي بقى بالشكل اللي انت حباه والشكل اللي انت ايه عايزاه. انا عملت الاشكال اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، ونص العجينة أو سبت حتة كده من العجينة ونزلت عليها بمعلقتين كبار كاكاو، وبتقلبي الكاكاو كويس جدا في العجينة لغاية ما يبقى باللون الجميل ده. لو انت حسيتي ان العجينة ناشفة معاكي انزلي عليها بمعلقتين سمنة بلدي عادي جدا. بصوا، بيخش الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. تسيبيه بقى لغاية ما يبرد ويكون لونه كده فاتح كده وجميل، ما تغمقيش أكتر من كده. شوكولاتة بقى سايحة، انا سيحتها في الميكروويف او تسيحيها على حمام بخار، وحطيت هنا السوداني وحطيت عليه لون اخضر وجوزة الهند وشوية سوداني مجروش، وزوقي بقى بالشكل اللي انت عايزاه. انا حاولت ان انا ازوق كده اشكال كده بسيطة وسهلة، وزوقته بطريقة بسيطة جدا تقدر ست البيت ايه تعمله. حاولت ان انا ابسط لكم على قد ما اقدر في الفيديو علشان تقدروا تعملوه في البيت، وخطير. وان شاء الله هنزل لكم البيتيفور بالكوبايه عشان اللي حابب. بصوا يا جماعه، دايب دوبان، دايب دوبان خطير، مقادير ما تخرش الميه. وان شاء الله هسيب لكم المقادير كلها تحت في اول تعليق. بصوا يا جماعه، شكله خطير، جربوه هيعجبكم قوي. بصوا، جميل جميل جميل. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. خطير يا بنات، جربوه.